بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي همسة ووصفة. اليوم جبت لكم وصفة الكسرة محشية. هذه الوصفة نحي قاع الوصفات اللي عندك وهذه ديريها في عينيك. وصفة تجي كيما القطن، تجيك خوستيونت من برا وتجي من داخل هشيشة وخفيفة وتنتكل بالشوارب. جبتها لكم بأشكال مختلفة، حشوات مختلفة، كل واحد يدير اللي تساعده. طيبناها في الطاجين، طيبناها في لاكريبيير، كل وحدة تدير وش عندها والشكل اللي يساعدها. الصح كامل في لابات. أرواحوا معايا نبداو نشوفوا المقادير. نبداو بسم الله. عندي هنايا سميد متوسط، هاوليك نديروش سميد رطب، لازم نديرو المتوسط 2 كيلات. وعندي كيلة ناقص 2 دوا تاع زيت وزيت زيتون مخلطين. عندي مغرف صغيرة تاع لا لوفور، عندي 2 مغارف صغار تاع ملح، عندي مغرف كبيرة خميرة ومغرف كبيرة سكر، وعندي حليب ثاني 2 كيلات كيما كيلت السميد. نجيبو ان ريسيبيون نحطو فيه السميد تاعنا، نحطو عليه الملح ونخلطوه تري بيان باش الملح تاعنا ما يتخلطش ديريكتومون مع لا لوفور ولا لا لوفور دو بيير هكذا. ومن بعد نحطوا الخميره الكيميائيه ونحطوا خميره الخبز والسكر، نخلطوهم كيما هكذا مع بعضاهم ونزيدوا عليهم الزيت. نبسوا العجينه تاعنا مليح بالزيت، لازم الزيت تدخل كامل في هذاك السميد كيما هكذا. ونروحوا نحضروا الحليب. قلنا 2 كيلات حليب كيما كيلنا السميد نكيلو الحليب. هنايا درت ابوبري بالغرام واحد 750 غرام تاع السميد و كيف 750 غرام تاع الحليب. نحطوا الحليب تاعنا يدفى، قسما نديروا صبعنا هكذا ونحسبوا 10. نطفوا عليه ونديروا 2 مغارف خل، نحركوا كيما هكذا حتى يروب لنا الحليب تاعنا. هذا الحليب هذا كيروب شغل يولي محسن للعجين. نجو نشمخوا به العجين، نفرغوا النص الاول نحركوا هكا تري بيان، ونزيدوا النص الثاني نزيدوا نحركوا ثاني حتى نتحصلوا على هذا الخليط هكذا. لازم ندخلوا كامل الحليب تاعنا في السميد كيما هكذا ونغلقوا عليه ونخلوه ياخذ راحته ويخمر لنا. لو طون ما العجينه تاعي الاولى تخمر، انا نروح نوجد الحشوات اللي حندي نحشي بيهم الكسره تاعي. هنايا عندي السلق مغسول ومنقي ومغسول وقطعته هكذا رقيق. نجيب مقله نحط فيها شويه زيت، قيس 2 مغارف زيت، ونحط السلق تاعي ندبلو، نحطو على دفعات هكذا، غير نغطي عليه يذبل ونزيد الكميه الثانيه كيما هكذا. نحطو على نار قليله، ما نزيدش النار تاعي سينو السلق يواسي يلصق. سورتو هذا السلق تاع الصيف ما يجيش فيه الماء، دونك ندبلو غير على نار قليله. كي تذبل لي الكميه الاولى نزيد الكميه الدوزيام كيما هكذا حتى نكمل كامل السلق تاعي. كي ندبلو كامل ندير عليه رشه ملح خفيفه باسكو السلق يجي اصلا مالح، ونحطو بجيه يبرد ونروحو نحضروا الحشوه الثانيه. عندي هنايا نص صدر دجاج مرحي، عندي حبه بصل صغيره مرحيه، عندي كركم وفلفل كحل زنجبيل وشويه ملح، هذو كامل راس مغرف. نجيب مقله نحط فيها شويه زيت، نبدا نقلي في البصل تاعي، نقليه غير على نار قليله ندبلو هكذا. نجي ندير عليه الدجاج تاعي. هنايا الدجاج كي نديرو على البصل لازم نسيي كيفاش نفتو تري بيان باش ما يطيبناش دي مورسو كبار، سينو ما تجيناش الكسره تاعنا مليحه. كيما هكذا ندير عليه لي زيبيس اللي كنا حضرناهم ونقعد نقلي فيه حتى يطيب لي. هنايا نروحو نحطوه بجيه ونخليه يبرد. نروح نحضر لا بيشاميل تاعي. عندي 2 كيسان حليب، 2 مغارف زبده، 2 مغارف فارينة. نحط الزبدة تاعي تسخن، نحط عليها لافارين ونقعد نحمس هذيك لافارين حتى نشم هذيك الريحة تاع التقلية.
وبعد نجي ندير الحليب الكاس الاول نديرو على دفعات هكذا، نفرغ شويه ونحرك غابيدمون، نحرك تري بيان حتى تولي لنا لاباط هذه كليس هكذا كيما هكذا حتى نتحصلوا على هذا الخليط في الكاس الاول. والكاس الثاني خلاص لاباط تاعنا تحلت تري بيان، نحطوا الكاس الثاني نحطوه ديريكتومون، نحطوه على ضربه. هنايا هكذا كي توصلي لهذا الخليط خلاص تظني لا بيشاميل تاعك ما حاش تتكركب لك. هنايا نزيدوا الحليب اللي قعد لي عادي نفرغه على ضربه ونكمل نحرك ونخليه يتغالى حتى يعقد لي وتولي لاصوص تاعنا كيما نحبوا حنايا. تحبوها عاقده بزاف ديروا شويه حليب، تحبوها جاريه شويه زيدوا حليب بزياده. انا هنايا هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. كي نشوفها عقدت لي كيما هكذا نجي نحط عليها قرصه ملح، ما نكثروش الملح خاطش حنديروا لها فورماج. نحط عليها قرصه فلفل كحل ومغرف فورماج، مغرف كبيره. هنا خيروا فروماج يكون بنين باش لا بيشاميل تاعكم تجيكم بنينه. نحرك كيما هكذا شويه خليها تتغالى. وهاي ليك هنايا عندي واجده، هذا هو القوام. جيبوا لي فاص تاعنا، انا درت وحده خلطت فيها السلق والدجاج، وحده تاع سلق وحده وحده تاع دجاج. هذه هي نحط على كل وحده شويه بيشاميل ونحركها هكذا نخلطهم تري بيان. هنايا لا بيشاميل تشد لي لا فاص تاعي كي شغل باش تجينا شاده روحها وتلقي كيفاه تحركيها. سينو اللي ما حبيتيش ديري لا بيشاميل تقدري ديري فرomاج بلون هكذا وتشدي به لا فاص تاعك. نخلوهم بجيه لازم يكونوا باردين. نروحو نجيبو العجينه تاعنا. هاي ليك العجينه بعد ما خمرت نجو نضيفوا لها لا فارين باش نرجعوها اون بات. نضيفوا الفارينه تدريجيا هكذا ونعجنوا. الفارينه تدي لكم نورمالمون 2 كيلات ثاني كيما السميد، بصح على حسب السميد تاعك. لا كان السميد تاعك يشرب تزيدي له غير شويه يقيس كيلو ولا كيلو ونص تاع فارينه يواسيلك يشد روحه. هاي لك العجينه تاعنا كيفاه تجي. كي نشوفوها خلاص شدت روحها شنو تجينا تتلاصق، نجيبو 2 مغارف تاع مارغارين بدرجه حراره الغرفه نضيفوهم عليها ونعجنوها. كي ندخلو كامل هذيك لا مارغارين في لاباط تولي لاباط تاعنا ما تتلاصقش، الطريه بزاف بصح ما تلاصقش. هنايا نجو نقسموها دي بول. انا هنايا درت 3 بول. لي بول تاوعي ندير وحده كبيره، دونك نسحق العجينه التحتانيه تكون شويه كبيره على الفوقانيه، دونك وحده شويه كبيره وحده شويه صغيره. هذو يمشوا مع بعضهم، هذو نديروها كسره وحده والاخرين نديروهم صغار ونديرو شغل دي سوفلي هكذا. نجيبو بابي كويسون نحط عليه شويه زيت اللي تعاوننا باش نفتحوا لاباط تاعنا ونجو نفتحوا لاباط الكبيره هذيك نديروها من تحت. قلنا نفتحوها لازم هنايا نفتحوها رقيقه باسكو لاباط فيها الخميره وتنتفخنا. الا فتحناها خشينه تجيكم معجنه. هنايا تفتحوها رقيقه كامل كيما هكذا. نروحوا لها غير بالعقل تسايسوها نفتحوها بهذا السمك. نجو نضيفوا عليه العفاص نفتحوا كامل العفاص على الاخرى ونخلو الجناب هذوك باش نطبقوهم. هنايا عندي خليط تاع موتزاريلا وغودا نديروهم من الفوق. اللي يحب ما يديرش، اللي يحب يدير فرomاج بلون واش عندك ديريه لها عادي. هذه حشوه تقدري ديري فيها حتى تشكشوكه بصل وطوماطيش. قلنا ليسونسيال لاباط تاعنا مليحه. نجيبوا القرصه هذيك الصغيره نحلوها ثاني رقيقه ونجو نغطوها من الفوق كيما هكذا. هذوك الجناب اللي خليتهم ما درتش فيهم العفاص هذوك اللي نقلبوهم ونغلقوا بهم الكسره تاعنا كيما رانا نشوفوا هنايا. نخرجوا لها كامل الهواء ما نخلوش فيها الهواء ونجو نقرصوها هكذا من لي كوتي كامل لو بورتور هذاك نواسوه كيما هكذا. انا هنايا كنت دايره طاجين يسخن، لازم الطاجين تاعنا يكون سخون تري بيان باش كي نديروا الكسره تاعنا نقصولو. لازم نقصولو كامل باش طيب لنا تري بيان لاباط، سينو تخافوها تقعد لكم معجنه.
هنايا لافونتاج تاع الطاجين، تقدري طيبي الكسره تاعك كبيره وحده ولا زوج وانتي كملتي. وشنو لي كونفينيون تاعها؟ لو بورتور هذاك ما يطيبلكش مليح، العجينه تكون طايبه بصح بيضه ما تحمرلكش، وما تقدريش توقفيها باش تطيبيها باسكو العجينه تكون هشيشه بزاف. كونتريرمون كي طيبي في لا كريبيير لي كوان هذوك كامل يطيبولك. هاي ليك الكسره تاعي لازم نحمروها، نقعدوا نطيبوا فيها في لي كوتي. هاي ليك الكسره تاعي بعد ما طابت، شتوها كيفاش تجي طريه وتجي من الفوق كروستيون، تجي مقرمشه من الفوق وتجي طريه من داخل. هذو هما نقسموهم كاع كيما هكذا، هي تجي هكذا وتجي تشهي. نتمنى تجربوها وترجعوا لي بالخبر. نقسم لكم هنايا وحده باش تشوفوها كيف جات من داخل. هاي لي كيف تجي حمراء، لاباط هذه هي طيب هكذا حمراء بزاف، طيب شابه. هاي لي كيف تجي من داخل. تنقسم قلت لكم تنتكل بالشوارب، ما تجيش يابسه ولا تجي شاده روحها، ولا تنقسم فاسيلمون وتجي لاباط تاعها شابه. ميم العجين ميم لا فارس لو غو هذا تاع السلق والدجاج راكو جربتوه في كيش ولا راكو على بالكم. نروحو نحضروا الشكل الثاني اللي يجي على شكل سوفلي. نجيبو غير قرصه واحده كيما هكذا، نفتحوها مليح توجور فوق بابي كويسون. هذه نديروا لها غير السلق ونديروا لها الفرماج من الفوق ثاني. هذاك تحبوا ديروا غودا، تحبوا ديروا شيدر، واش كاين عندكم ديروه. نقلبوها هكذا كيما هكذا في النص، وثاني نقرصوها في لو بورتور كيما هكذا. هذه اللي ما ياكلش الدجاج ولا ما ياكلش اللحم تجي ثاني بنينه. وشنو لازم تكثروا لها الفرماج، وكاين سلق يجي بنين وكاين سلق يجي مر، دونك لازم نتوما تخيروا السلق تاعكم. هذه هي. ونديروا ثاني وحده بالدجاج وحده. هذو هما الاشكال هاملي كيف يجونا، يطيبوا حموره يشهوا ويطيبوا كامل. هاوليك كي قلت لكم في لو بورتور ما تقدريش تطيبي. هاوليك هو هذا الابيض طايب بصح ما يحمرلكش، لا بات راهي طايبه تنتكل نورمال بصح ما تحمرلكش، ما تلقيش كيفاش تحمريها. دوك تشوفوا هاي ليك تاع السلق ثاني تجي هايله. قلت لكم ليسونسيال كثروا لها لو فرomage. انا بوغ موا اللي يحب ياكل السلق وحده يديروا وحده، وتقدروا ديروا اي فارس كاينه. هاي ليك لا كريبيير. دوكا شتو اللي عنده لا كريبيير تاعو ماشي مسطحه ديريكت، تجي عندها هذو الجنب هذوك شغل كي ديري القرصه ديريكتومون سوا تكون معاها لو بورتور هذاك كامل يطيب لك ويحمر لك بيان. دونك ما تسحقيش تعاودي تحمريها. ولا نديروا اون اوتر فارس. انا عندي هنايا بطاطون تاع الزيت، نقطر لها هذاك الزيت كامل وندير لها مغرف فرماج ونحركهم تري بيان. هذه هي لا فارس تاعنا الاخرى. هذه لا فارس ثاني تجي بنينه، تجي هايله وتجي خفيفه. تقدروا ديروا هكذا اون كونتيتي، تدوهم بيكنيك ولا تدوهم للبحر وتشبع، تاكلي منها طرف صغير تشبع، تقعدي شبعانه. هاتش تجي معمره بيان، تجي فيها ليدان بزاف وتجي فيها لا فارس بزاف، دونك تشبع. هاي ليك دوكا لو بورتور اللي قلت لكم عليه كيفاش يطيب لكم كامل الاحمر. ونطيبوها نقعدوا ندوروا فيها هكذا حتى تحمر لنا كامل. هامليك القرصات اللي طيبتهم في لاكريبيير كيفاش يطيبوا. دوكا نتوما واللي تساعدكم اللي عندها كريبيير طيب دو بريفيرونس فيها، سينون اللي تحب تسلك ولا طيب في الطاجين العجينه طيب لك بصح ما تحمر لكش كيما لاكريبيير. اللي وصلت معايا لهنا ومازال ما اشتركتش في القناه نقول لك ديري ابوني، ان جيم، ان بيتي كومونتير، اكتيفي لا كلوش باش يوصلك كل جديد، وبارطاجي الوصفه مع صحاباتك. هذه كانت الوصفه تاعنا نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها وتعطوا لي رايكم فيها. والى وصفه اخرى استودعكم الله.